السلام عليكم، مرحبا بالجميع. موضوعنا عن صلاة الجمعة التي تعود عليها الكبير قبل الصغير أو الصغير قبل الكبير، ولا ندري منذ قرون أصبحت فرضا، وهي غير مفروضة في كتاب الله وغير موجودة في كتابه. لم يصلها لا الأنبياء ولا النبي الله محمد خاتم النبي صلى الله عليه، ولم يصلها الذين سبقونا بالإيمان. إذن ابتدعوها بعد وفاة النبي. قوله تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم الخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني بعد وفاة النبي أول شيء الذي يضيع هي الصلاة، بعدها تأتي أمور أخرى يعني تبدأ في الضياع. وفي النهاية يقول النبي ويشهد يوم القيامة: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن بعد مدة من الزمن، إذن أصبح دين آخر. كيف ذلك؟ نذكر معا قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إذن تصبح ظالم أو ظالمة عندما تفتري على الله أو تقول يوجد شيء من الدين وهو غير موجود في القرآن أو لم يذكره الله في كتابه. تصبح ظالم، تعيش ظالم، وأنت المشكلة أيضا والكارثة أنك لا تدري. آية أخرى: فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. المفتري يساوي الظالم، ظلم نفسه، لربما أيضا سيظلم الناس معه. إذن يوجد سورة اسمها الجمعة في كتاب الله، الكل يعلم ذلك. سورة الجمعة نستهل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هنا الله تعالى بين لنا في كتابه أن يوم اسمه الجمعة وليست صلاة اسمها الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن يوم اسمه الجمعة. إذا نودي لم يبين الله لنا يعني الصلاة المقصودة. أي صلاة؟ صلاة الفجر، صلاة الوسطى، صلاة العشاء، أي صلاة؟ إذن سيتبين لنا بعد ذلك من هي الصلاة المقصودة في كتاب الله في يوم الجمعة التي نادى الله عليها: يا أيها الذين آمنوا، أي خاطب في المؤمنين، إذا نودي للصلاة من يوم، اليوم اسمه الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا كل شيء وأقيموا الصلاة وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدها ماذا يقول؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن يوجد يعني بعد الصلاة التي لم تتبين لنا حتى الآن، بعد صلاتها وقضاء كل وقتها، فانتشروا في الأرض، يعني يوجد بيع وشراء يعني وانتشروا. إذن سبب نزول هذه الصورة وهذه الآية ماذا وقع في ذلك اليوم الذي اسمه الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن سبب نزولها ماذا كان يقع في ذلك اليوم الذي سماه الله، أو كانوا يعطون أسماء لحدث ما، أو في ذلك اليوم يعني بعدما تبين لنا هنا بأن يوجد حدث في ذلك اليوم، ما هو؟ يوجد تجارة، تجمهر للتجارة والبيع واللهو. تجمع الجمعة، اجتماع الناس للتجارة في ذلك اليوم الذي أسموه. إذن الحدث أصبح أعطى اسما لذلك اليوم، فأصبح يوم اسمه الجمعة. تلك الأيام الأخرى لا يوجد مشكل، ولكن في ذلك اليوم يوجد مشكل. ماذا وقع؟ يتركون الرسول واقفا يصلي ويفرون من حوله للتجارة. لهذا السبب الله تعالى نزل هذه الآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم. في ذلك اليوم يوجد مشكل، وليست صلاة اسمها الجمعة، يوم اسمه الجمعة كما بينه الله في كتابه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نوديكم باه تصلوا في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن كان يوجد بيع وشراء في ذلك اليوم، وسمي ذلك اليوم لاجتماع الناس فيه للتجارة. كما نقول جامعة أخذت اسم الجامعة، يجتمعون للدراسة. جامع يجتمعون يعني إقامة الصلاة، في ذلك أصبح جامعا. بيت الله أصبح جامعا، يعني يجتمع الناس، أي الحدث هو يجتمع الناس لإقامة الصلاة. مثلا أيضا ضرب كثير من أمثلة عن كلمة يعني يجتمعون الناس. جامعة العربية يجتمعون العرب لحلول يعني بعض المشاكل العربية. إذن يوجد كثير من الأمثلة. نكمل موضوعنا. الحدث كما قلنا، مؤمنين فتنوا في ذلك اليوم الذي اسمه الجمعة. فتنوا لماذا؟ كان يوقع فيه تجارة، ينتظرون ذلك اليوم بفارغ الصبر، لأنه فيه تجارة ورزقهم. قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تخيلوا معي الموقف، يعني رسول يصلي بهم صلاة مدتها يعني معينة، يعني الصلاة محددة كما ذكرنا سابقا بوقت، يعني صلاة الفجر مدتها 45 دقيقة، بداية الفجر ونهاية الفجر، يعني يوجد كلها صلاة. كانوا يصلون مع النبي فترة قصيرة ويفرون للتجارة في ذلك اليوم الجمعة فقط. الأيام الأخرى لا يوجد مشكل، يصلون معه عادي. أما في ذلك اليوم الذي فيه تجارة، في ذلك اليوم يعني الذي اسمه جمعة، وكان فيه تجارة، يتركون النبي ويفرون من حوله ويذهبون للتجارة. وإذا رأوا لهوا أو انفضوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تركوه يكمل صلاته. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن علمنا في هذه الحلقة بأن اليوم اسمه يوم الجمعة وليست صلاة الجمعة. ولكن السؤال يبقى مطروح: أين تلك الصلاة المقصودة التي كانت تتصادم مع بداية التجارة واللهو؟ أين تلك يعني الصلاة؟
إذن سنكتشف معا من هي تلك أو أين هي تلك الصلاة المقصودة في ذلك اليوم الذي كانوا يتركون النبي يكمل صلاته ويفرون من حوله المؤمنون للهو وللتجارة. انتظرونا الحلقة الثانية بإذن الله تعالى لنبين من كتاب الله فقط كل كبير وصغير عن الصلاة الجمعة المبتدعة بعد وفاة النبي بإذن الله تعالى. اتقوا الله يعلمكم الله. الدين للجميع. انتظرونا. السلام عليكم.